غرابة الأطوار مصطلح شائع نسمع به دائما، نقصد به أشخاص معينين بالمجتمع. ولكن هل تعلم أن غرابة الأطوار هو شخصية أو اضطراب شخصية معين؟ وموضوع حلقتنا اليوم، تابعوني. شيزوتيبل بيرسوناليتي، الشخصية غريبة الأطوار، هي نموذج شامل من الغرابة في التفكير، الغرابة في السلوك، والغرابة في المظهر، ولكن لا تصل إلى حد الأعراض الفصامية أو الذهانية، بمعنى أنه محتفظ ببصيرته بعقله، ولكن إحنا نشوفه شخص غريب ما عنده تاريخ من الاضطرابات الذهانية. لأن إذا عنده تاريخ من الاضطرابات الذهانية راح يكون تشخيص الشخصية الشيزوتيبل أو شخصية غريبة الأطوار صعب مع وجود الاضطرابات الذهانية أو تاريخ من الاضطرابات الذهانية. هي نموذج شامل من الخلل الشخصي والاجتماعي، واللي ينتج عنه عدم ارتياح أو قلق قد يكون شديد ومستمر، ما عندهم فكرة تقبل الاندماج مع المجتمع بصورة سهلة، لذلك ينعزلون في أحيان كثيرة. هسه راح أشرح عن هاي الشخصية بالتفصيل. هذا التفصيل مهم جدا على مود نميز الشخصية الشيزوتيبل كشخصية غريبة الأطوار عن أي شخص آخر أو شخصية ثانية ممكن نشوفها مختلفة ونخلطها. Over value idea of reference. شنو معنى هاي الجملة؟ شخص عنده حساسية من الآخرين. هذه الحساسية مو مجرد حساسية بسيطة، لأن تؤدي إلى الشك بالآخرين. هذا الشك يخليه في حالة قلق وتوتر، خاصة في المناسبات الاجتماعية، مثلا عرس أو فاتحة وأكو اثنين دا يحجون أو دا يضحكون، فتجي له فكرة سريعة إن هم دا يضحكون عليه أو دا يقصدوه. هذه الفكرة تجتاحه بلحظات، رغم إنه هو داخله كقناعة مو كلش مقتنع إن هم دا يحجون عليه، ولكن تسيطر عليه. هذا يسموها الأوفر فاليو آديا أو آديا أوف ريفرنس، مزعجة مقلقة تخليه يتجنب أو يبتعد عن المناسبات الاجتماعية. الأوفر فاليو آديا والآديا أوف ريفرنس ما موجودة بالشخصية الشيزوتيبل فقط، موجودة بهواية اضطرابات شخصية، موجودة أيضا في اضطرابات نفسية أخرى ما مقتصرة على هذه الشخصية فقط، اللي هي البارانويا أو الشك بالآخرين، ولكن ما يوصل لمرحلة الشك المرضي، بمعنى أنه ما يوصل لمرحلة القناعة المرضية الموجودة بالفصام أو الذهان. اعتقادات غريبة أو تفكير سحري. احنا من نقول تفكير سحري مو معناه أنه هو يمارس السحر، ولكن عنده إيمان إلى درجة معينة بالخوارق superstitious أو الاستبصار، العين الثالثة، الحاسة السادسة، الأبراج. كل هذه الأمور يؤمن بها إلى درجة أنه ممكن تقود حياته في مرحلة من المراحل، بمعنى أنه مثلا هو ينتمي إلى برج معين، فالبرج خلال الأسبوع الجاي مثلا توقع سيء. هذا التوقع السيء يخليه يبتعد بدرجة معينة أو ينعزل عن المجتمع في داخل البيت كل أسبوع أسبوعين لحد ما يخلص التوقع. الأشخاص اللي عندهم هاي الشخصية بفترة المراهقة، يعني من عمر ال 12 خلينا نقول 13 إلى 18 سنة، أحيانا يصير عندهم شيء اسمه البيزار فانتزي أو الخيالات الشاذة أو الغير طبيعية، بمعنى خيال يخصه ولكن بطريقة صعبة التفسير أو صعبة الفهم بالنسبة للآخرين. يعني احنا قلنا أنه الخيال أو أحلام اليقظة تكون عن شخص أنه يتخيل نفسه هو بحالة انتصار، بحالة فرح، بحالة سعادة بمكان معين دا يرسمه بدماغه. هنا بهاي الحالة تكون الخيالات غير طبيعية، مثلا يتخيل نفسه أنه هو سيارة تمشي بين جبلين، أو أنه هو طائر يمشي على بأطراف أصابعه على المي، وغيرها من الخيالات اللي تسبب له السعادة أو المتعة، ولكن صعبة الفهم بالنسبة لنا. النقطة المهمة أنه أكو هواية ناس يؤمنون أو يميلون إلى الخوارق، الظواهر الغير طبيعية، التليباثي والعين الثالثة والحاسة السادسة والأبراج، ما تنطبق عليهم صفات الشخصية الشيزوتيبل أو الشخصية غريبة الأطوار. فإحنا مو كل شخص يؤمن أو يميل إلى هاي الأمور نقول عليه إنه هو شخص أو شخصية غريبة الأطوار شيزوتيبل. هاي نقطة مهمة جدا للتفريق. unusual perception، التصور غير الطبيعي. يعني شنو perception؟ perception هو التصور الناتج عن استخدامنا للحواس المختلفة
شنو نشوف، شنو نسمع، ينتج عنا إدراك. عملية معقدة بالدماغ خلال ثواني. أشوف شجرة شجرة، أشوف بطل المي بطل المي، أشوف شخص يحكي وياي بموضوع معين، موضوع مهم أو غير مهم، أفسره خلال ثواني. هذا البرسبشن الطبيعي أو التصور والإدراك الطبيعي. بالحالة الغير طبيعية يصير خلل بالاستقبال والخلل بالتفسير أيضا خلال ثواني. إيدي أشوفها إيد كاملة 5 أصابع وتابعة إلي وأنا أحركها، هذا البرسبشن الطبيعي، تصور والإدراك الطبيعي. شخصية شيزوتيبل أو شخصية غريبة الأطوار تمر بيهم لحظات إنه هذا البرسبشن يصير بيه خلل، وهذا الإدراك والتصور يصير بيه خلل. فمثلا ممكن يشوف إيده على شكل جناح طائر، أو يشوف رجله على شكل رجل حيوان معين مثل رجل الماعز، وتصير هاي الحالة لفترات قليلة مو طويلة، ولكن تكون مقلقة ومخيفة، تؤدي به إلى أنه ينعزل ويبتعد عن الناس. ممكن يمر بحالات أو نوبات هلع، ولكن تختفي خلال أيام. المهم جدا أنه هذه الحالة ما لها علاقة بالفصام ولا تتشخص ضمن الفصام، لأن الفصام أعراضه مستمرة وثابتة لفترات طويلة. Paranoid idea أو suspicious idea، أفكار الارتياب والمراقبة، حكينا عليها قبل شوية بس نرجع نأكد عليها. أفكار الارتياب اللي تصير عندهم في حالة اقتراب الآخرين منهم، يعني في حالة اقتراب أي شخص اللي بكلمات بسيطة مثل صباح الخير أو السلام عليكم أو مجرد نظرة راح يفسرها إنه أكو فد شيء دا يريد هذا الشخص مني، أو أكو فد نية سيئة مبيتة من هذا الشخص تجاهي. هذا الشيء يدخله في حالة قلق أو خوف وابتعاد عن المجتمع. ونرجع نأكد من جديد إنه هاي مو أعراض فصامية ولا فصام، لأن هي تحت المعدل الطبيعي أو ضمن المعدل الطبيعي لحدود معينة. افكت المشاعر غير المباشرة، حكينا عنها بحلقة السكيزويد بيرسوناليتي أو الشخصية الانعزالية، وقلنا إنه هي المشاعر اللي تتولد ظرفيا، إنه أنت تضحك فجأة أو تحزن فجأة أو تغضب فجأة خلال فترة قليلة. هذا الافكت أو الشيء الطبيعي اللي يمر به كل الناس. في حالة الشخصية غريبة الأطوار أو الشيزوتيبل بيرسوناليتي يصير inappropriate affect، المشاعر غير ملائمة، إنه مشاعرهم تكون غير ملائمة للظرف، بمعنى إنه ممكن يبتسم أو يضحك في وجود مناسبة اجتماعية حزينة فاتحة مثلا، أو ممكن يكون حزين أو يبين عليه الحزن مناسبة اجتماعية تتطلب إنه يكون سعيد، أو يبين على الأقل إنه هو سعيد مثل عرس أو حفلة تخرج. ومثل السكيزويد بيرسوناليتي الشخصية الانعزالية أيضا يصير عندهم الفلات افكت أو المشاعر المسطحة، بمعنى إنه يبين على وجوههم أي شعور خلال أي مناسبة. المظهر الخارجي أو اللبس يكون مميز، ولكن مميز بطريقة غير طبيعية، بمعنى إن هم ممكن يلبسون ملابس بألوان فاقعة أو ألوان صارخة أو غير متناسقة. هذا بالنسبة إلى اللبس. أيضا اختيارهم لنوعية الملابس اللي هي ما تتلائم ويا العصر، بمعنى أن هم ممكن يلبسون هسه حاليا احنا بال 2023 ممكن يلبسون أزياء الثمانينات أو التسعينات ويعتبروه شيء طبيعي مو خجولين منه. المكياج إنه هي أو هو ممكن يستخدم أو يخلي مكياج بشكل مبالغ به، مو لجذب الأنظار، يعني مو معنى الجذب الجنسي للآخرين أو للجنس الآخر، لا، هو بمعنى إنه هو مقتنع بهذا الشيء اللي يسويه أو مقتنع بالمكياج اللي يده تخليه، بس الآخرين دا يشوفوه غريب، وأحيانا غريب جدا. قصات الشعر أيضا تكون غريبة أو مختلفة، وإحنا نشوفها غريبة، هم يشوفوها طبيعية. مثلا ممكن يغطي واحدة من عيونه بشعره، أو يستخدم فد نمط معين غير متداول أو جاذب للنظر بطريقة مثيرة للسخرية. أحيانا circumstantial التوسع بالحوار، بمعنى أنه يبدي ممكن بموضوع معين، مثلا يحكي لك عن أنه هو شنو تغدى اليوم، بعد دقائق قليلة يتحول إلى موضوع ما له علاقة، أنه يحكي لك عن معاناة الطلاب بالدراسة مثلا، ينتقل من موضوع إلى موضوع ثاني إلى موضوع ثالث في دقائق بدون ربط واضح، أو يكون الربط ضعيف شعره فقط. ميتافوريال المجازية هي عبارة عن استعمال عبارات لوصف شعور أو عاطفة معينة يمر بها الشخص. مثلا
أنت الشمس التي تشرق حياتي، أو الحياة عبارة عن مسرح كبير. هذه العبارات المجازية تكون لطيفة أو جميلة وذات معنى عميق. في حالة الشخصية غريبة الأطوار أو الشخصية الشيزوتيبل، هذه العبارات أو هذا الاستعمال للمجازية يكون أحيانا قاسي أو مستفز. مثلا أنه يوصف شخص بالذئب. هنا وصفه للشخص بالذئب مو أنه هو يكره هذا الشخص، ولكن هو نمط أخذ عن هذا الشخص لفترة طويلة، حتى ممكن يسجله بالموبايل، الذئب المفترس عادي. أو أنه هو الظلام في نفق طويل، نفق طويل هي حياته، والظلام هذا الشخص. stereotyped thinking، التفكير النمطي، أفكار نمطية عن فئة أو مجموعة من الناس متعلقة بموروثات معينة أو معتقدات قد تكون خاطئة ولكن منتشرة أو مسيطرة على مجموعة من البشر، ومنهم الشخصية الشيزوتيبل أو الشخصية غريبة الأطوار. أصفر الوجه خبيث، قصار القامة يسوون مشاكل، المرأة لا تجيد السياقة. عبارة عن معتقدات خاطئة ولكن فئة من الناس ضمن المجتمع تؤمن بها، ومنها الشخصية الشيزوتيبل أو الشخصية غريبة الأطوار. طبعا هاي الغرابة بالتفكير والكلام موجودة باضطرابات شخصية أخرى، وموجودة باضطرابات نفسية أيضا، ما مختصة فقط بالشخصية غريبة الأطوار أو الشيزوتيبل. ولكن بحالة الشخصية غريبة الأطوار تكون هاي اضطرابات التفكير والكلام واضحة جدا ومميزة. ما عندهم علاقات مقربة، ممكن تكون عندهم علاقات سطحية وعابرة في ظرف معين أو وقت معين مع أشخاص معينين، بس مثل ما قلت زائلة. ما عدا الأقارب من الدرجة الأولى، الأب، الابن، الأخ، الأخت، ممكن تكون علاقاتهم قوية كنوع من التعويض. طبعا هاي بسبب مشكلة الثقة بالآخرين اللي تميز نمط شخصيتهم. قلق اجتماعي أحيانا يكون شديد، وهنا لابد من التمييز ما بين القلق الاجتماعي السائد أو المعروف اللي هو نتيجة التقييم السلبي للشخص لنفسه وابتعاده عن المجتمع، وما بين القلق الاجتماعي بهاي الشخصية اللي هو نتيجة أزمة الثقة بالآخرين أو عدم استيعاب فكرة الاندماج مع المجتمع بسبب الارتياب اللي هو نمط سائد بحياتهم. بالإضافة إلى أن القلق الاجتماعي السائد والمعروف يقل مع الألفة والتعايش والتعرض للمواقف المختلفة، أما مع الشخصية الشيزوتيبل أو الشخصية غريبة الأطوار ما راح يقل غالبا. نسبة هذه الشخصية بالمجتمع هي 3%، يعني من كل 100 شخص أكو 3 أشخاص عندهم هذه الشخصية. نسبة ملفتة. ممكن تكون مرحلة من مراحل حياتك صادفت هي شخص يحكي لك عن تنبؤه بأحداث كبيرة صارت بالحياة، كوارث طبيعية، حروب، أزمات صحية، وهو مقتنع أنه هو كان يعرف وقت حدوث هاي الأزمة بالضبط أحيانا، ودائما يذكرك بيها، ولكن الحقيقة أنه هو ما كان يعرف بهاي الأزمة ولا كان يعرف إيش وقت راح تصير، هي مجرد صارت الأزمة وراحت. هاي الكوارث ممكن الكل يتوقعها، لأن احنا كلنا عندنا فكرة مسبقة عن الزلزال أنه هو ظاهرة طبيعية نتيجة خلل في جيولوجيا الأرض، بس من تصير هاي الظاهرة ما راح نقول أنه احنا تنبأنا بيها. أما الشخصية الشيزوتيبل أو الشخصية غريبة الأطوار راح يصر أنه هو تنبأ بوقت حدوثها، وراح يذكرك دائما بهاي القدرة اللي يملكها واللي هي مجرد خيال عنده. يصير عندهم فانتازيا أو أحلام يقظة مثل الشخصية السكيزويد أو الشخصية الانعزالية. لكن الشخصية الشيزوتيبل، شخصية غريبة الأطوار، الفانتازيا عندهم مرتبطة بإيمانهم بالخوارق والماورائيات، مثل الاستبصار، العين الثالثة، الحاسة السادسة، التليباثي، التخاطر الذهني، ويحبون يتكلمون بيها، مو مثل الشخصية الانعزالية اللي هي خيالاتهم تكون خاصة بهم بعيدة عن المجتمع. الجوكر فيلم دارك نايت عنده الكثير من صفات الشخصية الغريبة الأطوار، الشيزوتيبل بيرسوناليتي، الغرابة بالمنطق، الغرابة بالكلام، الغرابة باللبس، الغرابة بالتصرفات، ولكن عنده أيضا صفات الأنتي سوشيال بيرسوناليتي، الشخصية المضادة للمجتمع. يعني هو ميكسد بيرسوناليتي ديسوردرز، مزيج من اضطرابات شخصية مختلفة. بارانويد بيرسوناليتي ديسوردر، اضطراب الشخصية الارتيابية، موضوع حلقتنا الجاية، انتظروني. النظر والشم والشنو unusual perception، التصور غير الطبيعي. ما حاولت مو
اما بالنسبه للشخصيه الغريبه الاطوار او الشخصيه الشيزوتيبل، واحنا شنو الموضوع كان اصلا؟ ثلاثة عشان اقول شان هي؟ شو اقول لعد؟ ثلاثة 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 ليش كاف؟ لا شنو؟ ثلاثة بالتاء ثلاثة. ثلاثة ايه ايه ونخبطهم مع بعض شلون؟ نقطعها بس نخلطها انا وقف ولا نخلطها وقفت؟ ايه ها هي اوكي نسوي ميكس اوكي نبدي